اتفرجت على النسخة الأجنبية من فيلم عريس من جهة أمنية؟ لو لسه تعالى أقولك عليه. هو فيلم تيكت تو بارادايس اللي هنتكلم عنه ونعرف مين يتفرج عليه. بصوا من الآخر تعالوا نتكلم. فيلم تيكت تو بارادايس أو تذكرة للجنة تم عرضه أول مرة سنة 2022 ورجع تاني على قائمة توب 10 على نتفليكس الفترة، واللي بيتكلم عن ليلي اللي بتبعت إيميل لأمها جورجيا وأبوها كارلتون اللي بتدعوهم فيه لحفل جوازها في بالي، ولأنهم منفصلين من بعد 5 سنين من جوازهم بيقرروا يسافروا ويبوظوا الجوازة عشان ينقذوا بنتهم من التجربة الفاشلة اللي هم مروا بيها. يا ترى هينجحوا ولا هيتقلب السحر على الساحر؟ مين بقى يتفرج؟ هو من نوع كوميديا رومانسية وفي مفارقات اختلاف العادات والتقاليد ومدته أقل من ساعتين. لو ده النوع اللي بيعجبك اتفرج، لو لأ بلاش. ولو اتفرجت اكتب لي ايه أكتر مشهد ضحكك. وده كان فيديو جديد في سلسلة أعمال عالمية، واستنى فيديو جديد في سلسلة أعمال مصرية، وما تنساش لايك وشير ومتابعة، وتعالوا نتكلم.